كل فنان بيبقى ايه الاختلاف في كتابتك مثلا الفنان حكيم غير الفنان محمد منير غير لفلان، يعني ايه الاختلاف؟ شوفي، هو من ضمن ادوات الشاعر او المبدع انه يذاكر الحاله اللي قدامه، زي اللي بيشخص حاله، يعني زي طبيب مثلا بيشخص حاله. ايوه. بيبقى عارف يقول له الحل. فحكيم هو جواه، احنا اتربينا على الناس دي. يعني لما كان بينزل ايام الالبومات وعصر الكاسيت بقى المأسوف عليه الله يرحمه، مع ان ده كان اجمل ايام والله، احلى ايام عقل وكنت بيبقى عندك شغف في شهر 7 ايهاب توفيق ينزل، ايوه، مكسر المصايف بتاعت مصر كلها طبعا. ايوه. يقوم جاي حميد نازل يوم، فكانت كنا الدنيا بنستناهم يعني، على فكره محدوديه نفسه. التكنولوجيا. انا شايف انها كانت ميزه. كانت ميزه فعلا. طبعا دلوقتي هي الناس ميزه بتبقى في كذا حاجه في الحياه، مش بس حتى في في الأغاني. السوشيال ميديا. يعني انا عامل دراسه شبه بحثيه ان السوشيال ميديا المفروض هي اسمها منصات تواصل، هي بقت منصات تقاطع. الناس بتبقى قاعده مع بعض على كافيه، سواء اصدقاء او صحاب او غيره، بتلاقي الناس كلها مشغوله عن بعض. فانا شايف ان السوشيال ميديا استخدمت من مستخدميها بشكل خاطئ يعني. يعني هي مش بتساعد دلوقتي في الاغنيه؟ لا خالص، بالعكس ده قضت على الاغنيه. يعني ده عايز اقول لك حاجه، زمان مثلا كان الالبومات وشركات الكاسيت بتحقق مبيعات رهيبه، وانتشار. دلوقتي بدقيقه بتلاقي داونلود الاغنيه نزلت خلاص. زائد كمان ظهور بقى المهرجانات والكلام ده. على فكره انا زي ما بقول لحضرتك، احنا في ازمه ايه؟ ان انت بتشكلي هويه جيل وجدانه مشوه. القناصين اللي هم القراصنه. فانت ده جيل يعني للاسف. انت مثلا لو جبت حد قلت له مواطن الجمال في الاغنيه دي مش هيفهم الكلام ده. احنا ما بنرفضش المائده الموسيقيه تحتمل وجود كذا نوع، يعني تنوع، لكن لازم الدوله يعني. بذلت مبادره لطيفه جدا اللي هي مهرجان الموسيقى العربيه ده. بس ده مش كافي. يعني انا شايف ان المفروض يبقى، انا نفسي نسمع مزيكا في الشوارع حلوه، نسمع عمر خيرت في الميادين. تمام. صدقيني لو ده اتعمل والمبادره دي، المزيكا علاج نفسي، ده بتعالج الزهايمر، بتدوس على مشاعر معينه جواكي، ممكن تغير تاريخك كله. يعني انت ممكن تسمعي اغنيه محفزه ليكي، او بتديكي مود معين عشان تقعدي تبدعي او تقعدي تكملي شغلك او تلعبي رياضه. تمام، صحيح. على فكره الموسيقى يا جماعه مش مجرد شيء ترفيهي بس، دي صناعه بجد. بالظبط، بتساعد في اكتر من مجال. انا هعرف برضو وجهه نظر استاذ صالح في نفس الموضوع اللي اثرته دلوقتي، اللي هي ازمه الاغنيه، او وجهه نظرك في الاغنيه دلوقتي يعني، ومع التكنولوجيا والسوشيال ميديا زي ما قال دكتور ياسر. رايك ايه برضو؟ بص، كل عصر وليه الموسيقى. بمعنى ان كان في فتره من الفترات كان الفنان حميد الشاعري في عصر الكاسيت طبعا. كان الكاسيت اللي ما فيهوش حميد الشاعري كاسم ما كانش ينجح. يعني ممكن يكون كاسيت حلو او فيه بس اسمه كان بينجح الالبوم يعني. ظهروا مجموعه تانيين، كان طبعا الموسيقار سامي الحفناوي والموسيقار فاروق الشرنوبي والموسيقار صلاح الشرنوبي، نقلوا طفره ثانيه. ورحمه الله عليه كان الفنان رياض الهمشاري طبعا. فعملوا حاجات جميله جدا اللي احنا سمعناها. كان علي الحجار ومحمد الحلو عملوا حاجات رائعه. تمام. فبالتالي كان في ده وكان في ده. تمام. كان في الاغنيه الخفيفه السهله اللي هو دخلت البيوت كلها اللي هي الفنان حميد الشاعري. وفي الاغنيه اللي الناس عايزه تشبع الايه؟ الوجدان الاحاسيس المختلفه، والحانها راقيه وفيها برضه تكلفه انتاجيه كويسه. انما دلوقتي ما فيش انتاج مع الاسف يعني. حتى لو الانتاج موجود زي ما الدكتور ياسر قال، خلاص بقى القراصنه بقى يخشوا يسرقوا الشغل اللي انا بكلفه الشيء يعني مثلا كام الف جنيه مثلا، واعمل اغنيه او اغنيتين او البوم، يروحوا واخدينه ومنزلينه وما تعرفيش، ما فيش رقابه على ده. بالظبط. طيب راي حضرتك في دلوقتي برضه، هاخد رايكم انتوا اتنين في النقطه دي، انه دلوقتي الاغنيه بقى المطرب ممكن ينزل باغنيه واحده بس. زمان كان البوم، يعني اسمع الالبوم كله، الشريط كله، عشان اختار مثلا اكتر من اغنيه عجباني. دلوقتي المطرب ممكن تلاقيه باغنيه واحده وخلاص. لو بيقول على سنجل. رايك ايه في ان هي السنجل؟ ايوه، اللي هي بتسمى سنجل دلوقتي. والله انا مش ضد ده. انما انا ضد ان ومش ضد برضو المهرجانات. يعني المهرجانات لما ظهرت طبعا ممكن تستغربوا عليا. ايوه.